السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم خلال الفيديو، شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها، بتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق الخطابه، تعارف بهدف الزواج. التطبيق ده مساحته 38 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالتعارف من اجل الزواج زي ما هو مكتوب على التطبيق. تقدر من خلال التطبيق ده لو انت بتدور على شريكة حياتك، سواء انت عازب ودي اول زواج اول زوجة ليك، او لو انت متجوز وحابب ان انت يكون عندك زوجة تانية او زوجة تالتة على حسب ما انت بتكون عايز، فانت بتقدر تدخل على التطبيق ده. تقدر تكتب البيانات بتاعتك الشخصية، سواء اسمك، سواء البلد اللي انت فيها او المدينة اللي انت فيها، تحط صورتك، تكتب البيانات الشخصية عنك، بتشتغل ايه، ايه المهارات اللي عندك، ايه المميزات اللي عندك. تكتب شريك حياتك اللي انت عايزه يكون فيه ايه، سواء للراجل او للست. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تتواصل مع ناس، او تطبيق بيقترح عليك اشخاص تقدر انت تخش تتواصل معاهم، تبعت لهم رسالة في حالة القبول. يعني لو انت مثلا شخص راجل، بعت رسالة لواحدة، في حالة القبول ان هي قبلت الرسالة بتاعتك وفتحتها وشافتها وردت عليك، بتقدروا انتوا تتواصلوا مع بعض. في حالة الرفض او ما قريتش الرسالة بتاعتك، فانت بتقدرش تبعت لها رسائل تاني، بحيث ان التطبيق ما بيكونش يعني ما بيسببش ازعاج للاخرين. هو انت بتبعت رسالة واحدة مثلا للشخص، الشخص قبل الرسالة وقراها وفتحها وكده، بتقدروا تتواصلوا مع بعض. ما فتحهاش او ما قراهاش او فتحها ومش عاجبه ومش حابب ان انت تتواصل معاه، خلاص على كده ما تقدرش ان انت تبعت له رسائل تاني غير لو هو فتح الرسالة بتاعتك وطلب ان هو يتواصل معاك. تقدر تختار تشوف مين اللي يشوف صورتك او مين اللي ما يشوفش صورتك. بتقدر برضو انت لو كشخص شفت حد عجبك وكده وحابب انت تتواصل معاه، والشخص ده عجبك وفي اعجاب ما بينكم متبادل، بتقدر يبقى فيه زي نظرة سريعة على الشخص سواء للسيدة او للرجل، ان هو يشوف الشخص اللي بيكلمه ده، ويقدر ان هو يحدد اذا كان مقبول عنده او مستريح له شكليا او لا. آه كمان التطبيق ده بيكون في باقات في اي بي. الباقة الفي اي بي دي بيكون فيها مميزات افضل، بحيث ان انت تقدر تشوف الشخص اللي هو بيكلمك ده، تعرف هو منين، لان انت لما تيجي تكلم شخص لا انت بتعرف هو منين ولا هو بيعرف انت منين، فبيكون في ميزة ان انت بتعرف الشخص اللي بيتكلمه ده منين. بتقدر تعرف تشوف عنده بعض المعلومات. بتقدر ان انت تبعت رسائل لاشخاص اكتر، لان هو الطبيعي للتطبيق بيكون لشخص واحد يوميا رسالة. لو حابب ان انت تشترك في التطبيق بتقدر تبعت لاشخاص اكتر. ده كده الغرض من التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك الفيديو، لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.